طابع مساءكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب رأي والمسال بأهم وأبرز ما جاء فيها. إصابة 74 مواطن بفيروس كورونا اليوم. ارتفاع مؤشرات التعليم ب10 أضعاف في إقليم غازة. أبحاث زراعية ناجحة في شعب. وعلى الصعيد العالمي، ترامب يلجأ للفيتو ويعطل موازنة الدفاع الأمريكية. الصين تخفض الرسوم الجمركية على واردات بعض الدول. وكوريا الجنوبية تحشد مقاتلاتها بعد دخول طائرات صينية وروسية مجالها الجوي. مرحبا بكم. إعلان من وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 24 من ديسمبر في مراكز العزل وأقسام استقبال المرضى في إقليمي القاش بركة والأوسط قد أظهرت إصابة 74 مواطن بفيروس كورونا. وظهرت إصابات فيروس كورونا في 48 مريض في مراكز العزل بإقليم القاش بركة، حيث ظهرت 24 إصابة في مركز العزل بأديبرة، و14 في قردات، و4 في حجر، و3 في تسني، و2 في بارنتو. أما 26 هم من مختلف مناطق الإقليم الأوسط، وظهرت عليهم الإصابات في الفحوصات التي جرت في أقسام استقبال المرضى بالمستشفيات. في غضون ذلك شفيت مصابة بفيروس كورونا بعد تلقيها الرعاية الطبية في مستشفى إقليم القاش بركة. وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 971 إصابة، شفي منها 600، وتوفى مريض واحد، ولا يزال 277 مصاب يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 24 من ديسمبر 2020. أعلن مكتب التعليم في إقليم عنسبة أن بناء وانتشار مؤسسات التعليم وارتفاع المشاركة في التعليم هو نتاج الاستثمار الكبير الذي قامت به الحكومة في مجال التعليم. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ كفلاي عن ميكائيل أن المدارس قبل الاستقلال لم تتجاوز 34 مدرسة، وزادت حاليا ب10 أضعاف لتصل إلى 330 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، إضافة إلى مدارس عريوت للذين فاتهم فرص التعليم وتعليم الكبار. وقال الأستاذ كفلاي إن عدد الطلاب كان لا يقل عن 5000 طالب، وبلغ حاليا أكثر من 76500 طالب. وأشار إلى بلوغ نسبة مشاركة الطالبات في التعليم قبل النظامي وحتى المرحلة الثانوية 46.7%، منوها إلى أهمية القيام باستثمار أكبر في المعلمين وكتب لغة الأم وصيانة المدارس. وبعد أن ذكر بتقديم التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والمعاقين ذهنيا وغيرهم من الأطفال المحتاجين للاهتمام الخاص، أوضح مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عن ميكائيل القيام بأعمال صيانة الأساسات المنزلية خلال فترة التوقف عن التعليم بسبب وباء كورونا بتكلفة 1,046,000 نقفة، وكذلك صيانة المدارس بتضافر الجهود الشعبية والحكومية. جرت أنشطة أبحاث زراعية لمختلف أنواع البذور في مديرية شعب لمدة 3 سنوات. وجرت الأبحاث التي قامت بها نقطة الأبحاث الزراعية في المديرية في 5 أنواع هي الذرة والدخن والسمسم والفول والبامية والكركدة والبقوليات. وأوضح مسؤول النقطة السيد فيشالي تصفى ميكائيل تحقيق نتائج مرضية من الأبحاث التي جرت بهدف رفع الإنتاج الزراعي. وتعمل نقطة الأبحاث الزراعية في مديرية الشعب في مشتل بمساحة أكثر من 50 هكتار.
أوضح مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية جندع بتقديم دعم للأسر الشهداء والأسر الراعية للأيتام والمحتاجين الآخرين بحوالي 5 مليون نقفة هذا العام. وأشار مسؤول المكتب السيد جابر إدريس تنفيذ برامج منتظمة لإعالة أسر الشهداء والمعاقين هذه السنة باتباع توجيهات مكافحة كورونا. كما أشار السيد جابر إلى تقديم الدعم المالي ل20 طفلا في إطار المساعدات المقدمة لأعضاء جمعية بدهو. المشاهدين الأفاضل، فاصل قصير ثم الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، استخدم الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب الفيتو معطلا موازنة الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية التي سبق أن أقرها الكونغرس بغالبية ساحقة، ما يتيح له تجاوز معارضة الرئيس. وقال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي ولا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية، معتبرا أنه يشكل هدية إلى الصين وروسيا. وهذا يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونغرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجددا بالغالبية الموصوفة. وفي حال أكد النواب الذين أيدوه تصويتهم الأول، يصبح النص قانونا رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولايته الرئاسية. وموازنة الدفاع للعام 2021 هي التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين، تبلغ قيمتها 740.5 مليار دولار، ويلاحظ خصوصا زيادة في رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة 3%. أعلنت وزارة المالية الصينية تعديل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الواردة من عدد من الدول اعتبارا من الأول من يناير المقبل لتعزيز التنمية عالية الجودة. وذكرت الوزارة أن الصفقات التجارية الثنائية بين الصين ودول من بينها نيوزيلندا وبيرو وكوستاريكا وسويسرا وأيسلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وتشيلي وجورجيا وباكستان سوف تتأثر بهذا التعديل، حيث سيتم تخفيض معدل الرسوم الجمركية على هذه الصفقات بشكل أكبر. من جانبها، أوضحت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أنه سيتم فرض رسوم استيراد أقل على 883 سلعة، كما سيتم تعديل المعدلات المؤقتة لتعريفات الواردات التي تم تنفيذها في عام 2020 مع مراعاة التغيرات في التنمية الصناعية المحلية وحالات العرض والطلب. قالت كوريا الجنوبية إنها دفعت بمقاتلاتها في الأجواء بعد اختراق 19 طائرة عسكرية صينية وروسية لمجالها الجوي الدفاعي. كما قالت رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن 4 طائرات عسكرية صينية دخلت المجال الجوي الدفاعي، تلتها 15 طائرة روسية. ودفع الجيش الكوري الجنوبي بمقاتلات في الأجواء لاتخاذ إجراءات تكتيكية. وقال جيش كوريا الجنوبية إن الجيش الصيني كان قد أبلغ البلاد بأن طائراته تجري تدريبات روتينية قبل أن تدخل هذه الطائرات منطقة الدفاع الجوي. وقالت قيادة الأركان المشتركة في بيان: يبدو أن هذه الواقعة تدريب عسكري مشترك بين الصين وروسيا، لكنها تستلزم قدرا أكبر من التحليل. وقالت وكالة بونهاب للأنباء إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اتصلت بالصين وروسيا وطلبت عدم تكرار ذلك. حتى الأيام الأخيرة كانت القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا بمنع عن فيروس كورونا، لكن الأخير وجد الصقر نفذ فيها إلى تلك القارة البعيدة. وكان فيروس كورونا المستجد قد بدأ في تفشي في أواخر عام 2019
عذرا منطلقا من مدينة ووهان الصينية إلى كل القارات باستثناء أنتاركتيكا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن بقية القارات ولا يسكنها إلا قلة من البشر. وذكرت صحيفة بريطانية أن الوباء تفشى في قاعدة هوكنز البحثية التشيلية في أنتاركتيكا.